موهبته بانت في فريق الرشاد البرنوسي وطورها في فريق الرجاء الرياضي، وهنا فين فاز بالألقاب، ثم مشى للدوري الإنجليزي ولعب الفرق كوفنتري سيتي ونورويتش وساوثهامبتون، ثم ختم مسيرته مع نادي قطر القطري ومع المنتخب المغربي. مسيرته عرفت الكثير من التألق. اللاعب اللي غنتكلموا عليه اليوم هو يوسف السفري. في 3 يناير من سنة 1977 تزاد يوسف السفري في مدينة الدار البيضاء وبالضبط في البرنوسي، وبحال كاع المغاربة يوسف بدا كيلعب كرة القدم في الحي ديالهم، وبقى لمدة طويلة كيلعب في فرق الأحياء، حتى شافوا أحد مدربي فريق الرشاد اللي قرر يديه للفريق، والتحق بفئة الفتيان وبقى كيطلع من فئة سنية الأخرى حتى وصل للفريق الأول، وكانت أول مباراة رسمية ليه أمام نجم الشباب، وبدا كظهير أيمن، ثم من بعد غير مركزه لوسط الميدان. ومن هنا غتبدا مسيرة يوسف المليئة بالتألق، ومع الرشاد وصلوا لنصف نهائي كأس العرش وتقساو ضد الرجاء ب3-0، وهنا تمت المنادات عليه للمنتخب الوطني للشبان اللي كان كيقودهم آنذاك رشيد طاوسي، ومعاهم توج بكأس أفريقيا للشبان سنة 1997 على حساب جنوب إفريقيا ب1-0. ومع عودته من المنتخب الاهتمامات بدات كتجي من الأندية الكبيرة في المغرب، واختيار يوسف كان هو نادي الرجاء الرياضي، وهنا غتبدا مسيرة يوسف مع الألقاب المحلية والقارية. بداية السفري مع الرجاء كانت صعيبة نوعا ما، ووجد صعوبة كبيرة في فرض مكانته في الفريق نظرا للأسماء الكبيرة اللي كانت كتواجد آنذاك. ومن بعد 6 أشهر الأولى في الرجاء يوسف شد المكان الرسمي في وسط ميدان الفريق الأخضر، واللي عطاه الثقة هو المدرب العماري، وتوج مع الفريق بلقب البطولة الوطنية. يوسف 3 المواسم اللي لعب في الرجاء توج بالبطولة، وكذلك أضاف لقبين قاريين. الأول هو دوري أبطال إفريقيا سنة 1999 على حساب فريق الترجي التونسي، وكذلك كأس السوبر الإفريقي على حساب فريق أفريكا سبور الإيفواري ب2-0، وكذلك شارك مع فريق الرجاء في كأس العالم للأندية سنة 2000 وقدم مباريات رائعة أمام كل من النصر السعودي وكورينتيانز البرازيلي وريال مدريد الإسباني. وهذه المشاركة خلات مجموعة من الأندية الأوروبية ترغب في ضم السفري، والدوري الإنجليزي كان هو الوجهة ديالو. Safri goes for goal! Oh, and how! His first goal in Coventry colours. Magical from the Moroccan. كوفنتري سيتي هو النادي اللي انتقل ليه يوسف السفري، ومعاهم بسرعة ضمن مكانه الرسمي وأصبح من القطع الأساسية في الفريق، ولعب معاهم طيلة 3 مواسم، شارك من خلالها في 91 مباراة وسجل هدف واحد، وترك اسمه خالد عند جماهير كوفنتري. وفي سنة 2004 جا وقت الرحيل، والوجهة كانت هي نادي نورويتش سيتي، وهنا أصبح أفضل لاعب في هذا الفريق، فقتاليته ولعبه الجميل خلى الجماهير تحبه. ومع نورويتش كذلك لعب 83 مباراة وسجل 3 أهداف، هادشي كامل خلال 3 مواسم. وفي آخر موسم ليه في البريمير ليج يوسف انتقل نادي ساوثهامبتون ولعب معهم 37 مباراة. وفي سنة 2008 وجهة يوسف كانت هي نادي قطر القطري، وهنا بسرعة أصبح نجم وعميد الفريق وواحد من القطع الأساسية. وفي سنة 2009 توج معهم بكأس أمير قطر، ولعب معهم من سنة 2008 حتى سنة 2013، وخاض خلالها 90 مباراة وسجل 8 أهداف، وأنهى مساره الكروي تما.
مع المنتخب المغربي. وبعد فترة منتخب الشبان مع رشيد طوسي وتتويجهم بكأس إفريقيا، يوسف بقى كيتسنى 5 سنوات حتى لسنة 2000 عاد تمات المنادات عليه من طرف المدرب هنريك كاسبرجاك. ومن هنا ولا دائما كيتنادى عليه للمنتخب مع عدة مدربين. وخاض كأس إفريقيا سنة 2002 وخرج المنتخب المغربي من الدور الأول، وسنة 2004 والوصول للنهائي مع المدرب بادو زكي والهزيمة المؤلمة ضد تونس في النهائي. بعدها جات كأس إفريقيا سنة 2006 وشارك فيها يوسف وتقصاو من الدور الأول. وكأس إفريقيا سنة 2008 يوسف السفري كان عميد أسود الأطلس، لكن خيبة الأمل كانت ملازمة للمنتخب المغربي وتقصاو من دور المجموعات مرة أخرى. وهنا قرر يوسف الاعتزال دوليا بعد ما شارك مع المنتخب في 77 مباراة وسجل 9 أهداف. يوسف السفري أخلاقه خلت جميع الجماهير المغربية تحبه، وبدأ في فريق الرشاد البرنوسي ووصل للبريمير ليج، وبين أنه بالعمل الجاد والمثابرة حتى حاجة مستحيلة.